بغيت نقول واحد الكلام واحد ليا في حلقي، قسما بالله هادشي كيضر في الخاطر بزاف. راه اليهود وما يديروش هكا. الى صاحب هذا المنشور اللي لقيته محطوط في الفيسبوك وكل واحد يوافقه في الراي وفي النشر ديال هذا الكلام هذا، سير كنت تحشم ولا سيري كوني تحشمي، غالبا غتكون ذكر رمضان هذا والعواشر هذه. احقا حطوا راسكم في الوضع واش تقدروا حطيتي انت راسك في موضع البنت الضحيه، حطيتي راسك في بلاصتها وتخيل راسك كنتي بلاصتها شنو غدير؟ واش غتبقى تستنجد وتغوت العداو وعتق الروح، ولا غتسكت وتضرب الطم؟ جاوبني انت وحط راسك في وضع البنت الضحيه وجاوبني. راه باينه فيك ذكر وشمات ما عندكش النفس من المتفرجين الضالين، لعنة الله عليك وعليهم إلى يوم الدين. هادشي اللي نقول لكم. علاش مال الحجر ما كاينش؟ كاع الا خفتو نديروا راسكم خفتو. علاش الا كنتو زوج ثلاثه ودرتو بيه على الاقل غير تابك غيتفتف. كتفرجوا على الواقعه من اتل زاد، تتعاودوا عليها من اتل زاد، من فاش استدرجها ومن فاش هضر معاها ومن فاش. واش نتوما كتوصفوا الجنويه كتوصفوها؟ اش هاد النفس؟ اش هاد النفس؟ واش تقطعت فيكم؟ ايوا راه الصمته كدور، وغدا غتلقاو راسكم نتوما اللي شهود عيان وحضرتوا الواقعه وشفتوها بعينيكم، غتلقاو راسكم في نفس الموقف وفي نفس الوضع. وقولوا ديك الساعه احقا السيد كان جاهل وخفنا منه وهو هز واحد الجنوي والجنوي كبير، وحقا السيد خفنا. تقدروا تقولوا هذا الكلام؟ علاش ما تدوروش بيه؟ دوروا بيه عن بعد، غير غيشوفكم غير تابك. هزوا الحجر وضربوا شيروا عليه. نتوما كتفرجوا وكتصوروا وكتعاينوا الواقعه وكتشهدوا بها وكتحكيوا عليها بحال شي فيلم. انا بعدا كنبوظ ليكم باز، والله يعطينا وجوهكم القاصحه وفي نفس الوقت البارده الجامده. السيده كتغوت وتستغيث وبنادم دايز من حداها، انا شفتهم من حداه دايزين طاكسيات وبنادم غادي بالبيكالا وبنادم غادي على رجليه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الخوف ديالكم هو اللي خلى هذا الاجرام كثر، حيت المجرم ولا كيعرف راسو انه غيمارس الجريمه ديالو امام الملأ وفي وضح النهار وعلى خاطر او اللي خلاوه تيضرب على خاطر وشيطانه معاونه وبنادم حل فمه. لو المصيبه كيعاودوا الواقعه تيعاودوها بحذافيرها من اللحظه اللي استدرجها الى اللحظه اللي بلا ما نقولوا ديك الكلمه. انا الفيديو قبل ما نشوفه تعاود بالطريقه اللي شفت الفيديو، يعني الناس شافوها بأدق تفاصيلها. إن هذا لمنكر. أولي كون ضربتو غير بالحجر ما فهمتش أنا من بعيد، أنا كنت تما غندير هكا. أنا سمحوا لي كنهضر ما كنخاف من حتى واحد، الخوف من الله. بالعكس غديو أجر كبير. علاش القانون غادي يجي ضدكم؟ علاش؟ ما فهمت شنو درتو؟ كون ضربتو غير بالحجر من بعيد يا جماعة الجبناء، كون ضربتو بيه شي 3 ولا 4 من هادوك الطاشمه اللي كتفرجوا، يشوفكم بعدا غيتفافى غير تابك. واحد منكم يجر البنت من حداه، اولي راه الكزار وفاش كيبغي يذبح وخاصو اللي يعاونو، هذا ما لقاش ادنى مشكل، مزقها وشتف عليها شتيف بالجنوي على خاطر. على الاقل درتو به لعل وعسى كان يفيق من ديك الحاله اللي كان فيها. راه الشيطان ديك الساعه معاونه، كان يفيق، كان يقدر يتراجع على ديك الفعله ديالو. راه شيطان وديك الساعه مساعد وانتم مساعدين وانتم شياطين. راه من راى منكرا ولم يغيره فهو شيطان اخرس. راه ديك اللحظه دايرين بها غير الشياطين ديك السيده، راه هو شيطان ومعاه شيطان كيمزق معاه وانتم كتفرجوا شياطين. خصكم تعرفوا هذه. واي شخص داز وشاف الواقعه وشاف الجريمه بعينيه ولم يحرك ساكنا، واللي عاود على هذه القصه ونشرها بحال هذا النشر اللي دار دابا وشجع على قله النفس وانعدام روح المسؤوليه وقله الدين وتشماتيت، قسما بالله العلي العظيم سوف تحاسبون. كل واحد منكم شاهد هذا المنكر وما غيروش سوف يحاسب، لان كتابنا اللي غنحملوه غدا امام الله سبحانه وتعالى لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. غتلقاو كل شيء مكتوب في ديك الورقه ديالكم وداك الكتاب ديالكم.
موعدكم يوم الحساب وهو قريب إن شاء الله.